مرحبا أيها النسيم، أنا أقرأ أو العراق يقرأ. نفرح من نشوف هيج فعاليات بالعراق، لكن العبرة مو بالقراءة، العبرة باللي تقرأ يظهر على حياتك وتعاملك مع الناس. ومو كل شي تقرأ هو صحيح، ومو كل شي ما تقرأ هو غلط، ومو كل شي مكتوب هو موجود، ومو كل شي ما مكتوب هو ما موجود. لازم تعرف ليش تقرأ وشنو اللي تقرأه. ومو كل كاتب تثق بنظرياته وأفكاره، لأن مرات يمثل الجهة اللي ينتمي لها. بعد سنوات أو بعد قراءات متعددة تعرف الكاتب أوهمك وأنت كنت تدافع عن نظريات هي أصلا غلط، أو تحارب نظريات هي أصلا صحيحة وأنت كنت ما مقتنع بيها. والمثقف مو فقط بس يحفظ أبيات شعرية ويحفظ مقولات ونظريات، ومن يقعد قال فلان وقال فلان وقال الشاعر. ليش؟ لأن هذا صار مثل الحمار يحمل أسفاره. ليش؟ لأن ذاكرته قوية والله مفضل عليه، لكن بالتطبيق ما يطبق. وكو فرق بين المثقف والمتثاقف، وهاي أنتم تكشفونه بتعاملاتكم مع الناس اللي مدعين بيها، اللي يروحون مهرجانات ويلقطون صور جبنا كتاب كذا وجبنا كتاب كذا وينشر عناوين والله على ابو شنو والله انا مثقف. تشوفك انت تقعد تنظر وبالتعامل لا، صرت مثل قول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. لأن تعاملك مو إنساني مع الناس، يعني أنت عندك خزين بفكرك أو بذاكرتك وأنت ما تطبقه بحياتك اليومية، شنو الفائدة؟ ويجب على الإنسان أن يقرأ لنفسه، لا يقرأ للآخرين، ولا يقرأ على أبو أنا مثقف ويشوفوني وأروح مهرجانات وبرستيج وهالسوالف وأخذ صور وعلى أساس أنا مثقف. هاي مو مثقف إذا أنت مو مثقف بفعلك، هاي مو ثقافة. هاي أنت جو حلو وعجبك رحت، شنو أي واحد يقدر يروح. تحياتي.